صباح الخير. الجو بقى حر جدا ومحتاجين حاجة ترطب على قلوبنا كده، وطبعا مفيش احسن من الايس كريم، كلنا بنحبه صغيرين وكبار. هنعمل النهاردة مع بعض الايس كريم في البيت بطريقة بسيطة جدا اقتصادية جدا جدا جدا. من نص كيلو حليب وكوباية كريم شانتيه هنعمل كمية كبيرة قوي تقضينا وتقضي ولادنا يومين ثلاثة كمان، لان طبعا الايس كريم بقى غالي قوي ومش في امكانياتنا كلنا نجيبه من بره. هعمله معاكم بطريقة ناجحة ان شاء الله 100%. جربيه بس وعلى ضمانتي وان شاء الله هيعجبك. هنعمله بثلاث نكهات وانت ممكن تعملي اكتر من كده، وهقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. بس ما تنسيش تكملي الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تتابعيني على قناتي وتعملي لي لايك، ونسمي الله ونشوف الطريقة على طول. اول حاجة في حلة على النار هنحط نص كيلو الحليب بتاعنا، وانت بقى زودي او قللي الكمية على حسب عدد اسرتك. معلقتين كبار من ال... اللهم صل على النبي، من النشا، اسفه معلش. معلقتين كبار من النشا وثلاث معالق من السكر، والسكر هنا حسب رغبتك، انت عايزه الايس كريم مسكر قد ايه. هقلب كل ده على البارد الاول وبعد كده نرفعه على النار. لسه طبعا هنحط الفانيليا، هحطها دلوقتي. ده الاساس بتاع الايس كريم بتاعنا اللي هنطلع منه كل انواع الايس كريم اللي هنعملها. يبقى معايا نص كيلو من الكريم، من نص كيلو من الحليب، 3 معالق من السكر او 4 معالق على حسب رغبتك، ومعلقتين كبار هرميين من النشا، نشا الذره بتاعنا اللي بنستخدمه في المهلبيه عادي. هفضل اقلبهم على النار لما يستووا، وبعد كده هركنهم لما يبردوا خالص. معايا هنا بقى في العجان بتاعي او على المضرب اليدوي لو ما عندكيش المضرب الكهربائي لو ما عندكيش عجان، هنزل كوبايه من الكريم شانتيه الخام. ما تجيبيش الكريم شانتيه اللي بالسكر، انا عايزه الخام عشان بيربط احسن من اللي بالسكر. وحطيت معلقتين سكر بودر، وبعد كده حطيت كوبايه من الحليب تكون ساقعه، ويا ريت تكون كمان يعني متلجه، مش ساقعه بس، يعني تكون ساقعه قوي. هضربهم بقى كويس قوي لحد ما يجمدوا، يعني لحد ما يتحولوا لكريم شانتيه، اللي هي الكريمه اللي بنعمل زي اللي بنعمل بيها التورت كده والجاتوهين. هجيب بقى الخليط بتاعي اللي احنا عملناه، الخليط المهلبيه اللي احنا عملناه، مهلبيه خفيفه مش تقيله زي ما انتم شايفين كده. هي هنا بردت خالص، ما نستخدمهاش وهي سخنه. وهنزل شويه شويه وبعدين ابتدي اضرب تاني، ما نزلهاش كلها مره واحده. مش هضرب كتير، هو يا دوبك بس لحد ما اتاكد ان الخليط كله اتجانس مع بعضه. هنزل الجوانب كده زي ما انت شايفه عشان خاطر كله ياخد من طعم بعضه، ما تبقاش العجينه فيها حتت تفصل بعد كده. هيديني القوام اللي انت شايفاه ده، وده الاساس زي ما قلت لكم، اساس الايس كريم بتاعنا. هاخد منه اول جزء، ده اللي هنعمله فانيليا، ايس كريم الفانيليا. ممكن تسيبيه كده وتدخليه التلاجة، وممكن زي انا ما عملت كده جبت فواكه مجففة من عند مستلزمات الحلواني، الحاجات اللي بجيب من عندها، الحاجات بتاع الحلويات، موجود ب5 جنيه، يعني شوية حلوين كده هيقضوكي يعني. زوقت بس بيها كده عشان يبقى الفانيليا بالفواكه المجففة. انا هعمل بالفراولة، حبة انتي مانجا، كانتالوب، كيوي، الفاكهة اللي موجودة عندك مش هتقول لا، بس انا عملت بالفراولة. وهاخد جزء تاني، انا جهزت يعني قسمت الخليط على 3 اجزاء، حطيته في الخلاط طبعا زي ما شفتي وخلطته، وبعد كده فضيته في العلبة. والجزء التالت هعمله بالشوكولاتة. هنا انا جايبه كاكاو، كاكاو محلى، ما تحطيش طبعا كاكاو خام عشان ما يبقاش مر، ده كاكاو محلى. وهضربه كويس جدا كده عشان اتاكد ان الكاكاو كله داب كويس، وبعد كده افضيه برده في العلبه اللي هندخلها التلاجة. كده انا عملت اللي بالفانيليا والشوكولاته والفراوله. هغطيهم بقى، لازم نغطي وش العلبه بتاعتنا كده بحاجه بلاستيك، كيس بلاستيك او ستريتش راب الموجود عندك، ونتاكد ان هو ملامس الايس كريم بتاعنا كده عشان ما يعملش حبيبات تلج كده من على الوش. هو ان شاء الله مش هيعمل اي حاجه خالص. وبعد كده هندخله التلاجة 6 ساعات اقل حاجه عشان يتجمد معانا كويس، او لما تشوفيه اتجمد. هنا لو عملنا ايس كريم بالمانجا لازم نعمل الخطوه دي، بعد ما ندخله التلاجة يجمد لازم نطلعه ونضربه تاني كده. ايس كريم فاكهه، اسفه، اي فاكهه بقى. ليه؟ لان الفاكهه بيبقى فيها ميه، فلو حطيناها واستخدمناها على طول هتخرز، لكن اي فاكهه لازم نعمل الخطوه دي. لكن في الفانيليا والشوكولاته ما عملناش الخطوه دي خالص.
بصوا بقى زادت ازاي. احنا كنا مالين العلبة بس في الاول، لما خلطته زادت كمان شوية، يعني زادت العلبة وكوباية كمان مع العلبة. هنا كان خلاص فاتت 6 ساعات بتوعنا. طبعا الفراولة لما خلطناها دخلناها تاني ساعة او ساعتين التلاجة على حسب ما تتجمد. ما تنسوش خطوة ان احنا لازم نخلطها تاني. نجيب بقى كوباية فيها مية سخنة ونحط فيها معلقة الايس كريم بتاعتنا عشان تفصل معانا الايس كريم بسرعة. بصوا بقى على الجمال والقوام الجميل جدا، ايس كريم كده فيه مطة زي اللي بنجيبها من بره. حلو قوي، جربوه ان شاء الله يعجبكم. بصوا الكمية قد ايه، انا عايزاكم تبصوا برضو على الكمية. والطعم جميل جدا جدا جدا. ما عندكيش معلقة ايس كريم استخدمي المعلقة العادية بتاعتنا، احنا يهمنا الطعم. طبعا الشكل مهم لكن الطعم برضو مش لازم نكلف نفسنا قوي يعني. بصوا بقى الفراولة حلو ازاي، الشوكولاتة رهيب. بصراحة مش قادرة اقول لكم انهي طعم فيهم احلى، لان التلاتة احلى من بعض. جربوه ان شاء الله يعجبكم. وانتي لو حابة تعملي كمية قليلة بطعم واحد بس مفيش اي مشكلة خالص. ممكن تستغني عن كل ده وتعملي فانيليا بس، تعملي فراولة بس، تعملي فراولة ومانجا، شوكليت بس، على حسب انتي حابة ايه وولادك بيحبوا ايه. بصوا الجمال بقى، شايفين الحلاوة؟ والله قسما بالله زي اللي بنجيبه من بره واحلى. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. وطعمه حلو قوي، اقتصادي قوي. يعني مش قادره اقول لكم هو حلو قد ايه. اتمنى بقى تتابعيني على قناتي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تدعميني بلايك وكومنت حلو زيك. ونشوف بعض ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. واتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم وتكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو بتاعي. بصوا هنا بقى القوام بتاع الايس كريم. عايزه اقول لكم ان لما بتيجوا تاكلوه كده، في المطه بتاع الايس كريم اللي بنجيبها من بره دي مش بيقرش ولا فيه تلج ولا مثلا زي الايس كريم اللي هو الرخيص مثلا، لان في انواع ايس كريم مش غاليه. فتحسوا لا انتوا بتاكلوا اكنكم بتاكلوا تلج ميه بسكر محطوطه في التلاجة. لا ده ايس كريم بجد. طبعا احنا عاملينه بالحليب وعاملينه بالكريم شانتيه، يعني مغذي وحلو قوي. الفواكه اللي انا حطيتها دي ادت طعم حلو قوي للفانيليا، واديته يعني قرشه كده في البق جميله قوي لما تيجوا تاكلوا الفواكه. الفراوله بصوا قد ايه حلوه وجميله. بس انا حابه اوريكم كل الاشكال عشان تتاكدوا انه حلو قوي وجميل. ودي الكوبايه اللي زادت، يعني انا مش عارفه هي زادت ازاي بصراحه، يعني لما خلطنا تاني الفراوله بس.